السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أحبابي وخوتي في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي راه ملايين ديال المغاربة مهتمين به، سواء اللي عايشين في المغرب ولا اللي برا هاد البلاد، لأن بصراحة العقار في المغرب ولا حديث كل نهار، وكل واحد كيسول شنو واقع. واش العقار طالع؟ واش العقار طايح؟ واش نشري دابا ولا نتسنى شويه حتى تستقر الامور؟ وهذا الفيديو هو اللي غادي يجاوبكم على كل شيء بادق التفاصيل. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع ونبداو نحللو نقطه بنقطه، بغيت نقول لكم واحد الكلمه من القلب. دعمكم هو اللي كيشجعني. الله يرضي عليكم ديروا لايك قبل ما تنساو، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما من الاوائل اللي كيوصلهم الجديد، حيت ملي كتشجعوني كنقدر نواصل ونجمع لكم المعلومات الصحيحه والموثوقه. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. السوق العقاري دابا في المغرب في هذه السنه كيعيش واحد الحاله اللي نقدر نقول عليها لا هي ارتفاع كبير ولا هي هبوط كبير، ولكن واحد الاستقرار النسبي اللي فيه ارتفاع طفيف في الأثمنة. المؤشرات الرسمية كتعطي تقريبا زيادة ديال 1.2%، وهاد الزيادة كتشمل السكن والأراضي وحتى المحلات المهنية. ولكن الأثمنة ماشي موحدة في كل المدن ولا حتى في كل الأحياء. وباش تفهموا هاد النقطة خاصكم تشوفوا البلاد بحال الخريطة. كازا والرباط في جهة، وفاس ومكناس ووجدة في جهة أخرى، وطنجة في حكاية بوحدها. غادي نبداو بالدار البيضاء، لأنها هي السيدة الأولى ديال العقار. المدينة اللي الطلب فيها كبير بزاف، والناس كلها باغا تعيش فيها أو تخدم فيها أو تستثمر فيها. في هذه المدينة الثمن ديال المتر كيبدا من 13,000 درهم للمتر مربع، وكيطلع حتى ل 18,000 درهم. وفي الأحياء الراقية ممكن يطلع ل 20 و 22 ألف للمتر الواحد. وهذا الشيء علاش؟ حيت العرض قليل، طلب كبير، والبناء فيها مكلف بزاف. الرباط ما بعيداش عليها، في الثمن، كتلعب ما بين 11,000 و 16,000 درهم، خصوصا في المناطق اللي قريبة من البحر والوزارات والسفارات. وهنا ماشي غير الثمن اللي كيكون عالي، ولكن حتى الجودة وطريقة البناء والبلايص اللي قريبة من الإدارات. أما طنجة راه ولات حالة خاصة، مدينة كتجذب المستثمرين من المغرب كامل وحتى من برا، والناس اللي كيبغيو يشريو باش يكريو للسياح ولاو يديروا الاستثمار القصير المدى. الثمن فيها كيتراوح ما بين 9,000 و 12,000 درهم للمتر مربع. وفي الأحياء اللي حدا البحر ولا حدا مالاباطا ومرشان كيطير الثمن بزاف. تطوان أقل شوية، ولكن حتى هي فيها استقرار في الثمن، وكتعتبر مدينة هانية ومناسبة بزاف للناس اللي باغيين يشريو بسومة معقولة وجودة مزيانة. ندوزو دابا للمدن اللي فيها ثمن مناسب للطبقة المتوسطة: فاس، مكناس، وجدة. فاس مثلا الثمن ديال المتر فيها كيبدا من 5,000 حتى 7,000 درهم للمتر مربع، ومكناس كتلعب في 4,000 حتى 6,000. وهنا الناس اللي عندها مدخول متوسط كيلقاو فرص مزيانة بزاف، سواء للسكن ولا للاستثمار الصغير. وجدة حتى هي مدينة كبيرة، ولكن الطلب فيها ماشي قوي بحال طنجة ولا كازا، وهذا الشيء اللي كيخلي الأثمنة تبقى معقولة. أما المدن الصحراوية بحال العيون والداخلة والسمارة كانوا زمان رخاص، ولكن دابا الطلب تزاد بزاف عليهم، خصوصا من طرف الجالية اللي كتصيفط الفلوس وكتشري باش تستثمر ولا باش تضمن العقار ديالها في المستقبل. وهذا الطلب هو اللي خلى الثمن يطلع. فالعيون مثلا المتر مربع كيلعب ما بين 6,000 و 8,000 درهم، والدخله ما بين 7,000
و10,000 درهم. ولكن خليني نقول لكم واحد الحقيقة المهمة. الثمن ماشي غير مدينة ومدينة، ولكن داخل نفس المدينة تقدر تلقى فرق كبير. علاش؟ على حسب الموقع، القرب من المدارس والمستشفيات، جودة البناء، واش المشروع جديد ولا قديم، واش البناية معمرة ولا فيها مشاكل، واش الطريق قريبة، واخا حتى الضو والواد الحار كيأثروا. وباش تقطع الشك باليقين خاصك تعرف بلي اي حي قريب للاسواق والمراكز التجارية غادي يطلع الثمن فيه، واي بلاصة بعيدة وباقي ما عمراش مزيان غادي تلقى ثمن اقل. السؤال اللي كيجي دابا عند اي مغربي، واش نشري دابا ولا نتسنى؟ وهذه هي النقطة اللي كتخلي بزاف ديال الناس مترددين. شوف اخويا ولا اختي، اللي عنده الفلوس واجدين ومحتاج يشري دار يسكن فيها، ما عليه غير بالشراء، حيت السوق ما كيبانش فيه انه غادي يهبط واحد الهبوط الكبير. اللي باغي يدير قرض خاصو يقارن مزيان الفائدة ويشوف شنو مناسب ليه، وما يدخلش راسو في شي حاجة فوق طاقته. واللي باغي يستثمر وباغي الربح يشوف كازا وطنجة والرباط، لان هاد المدن فيها الحركة بزاف، وفي المستقبل غادي ترتفع القيمة. اما اللي باغي يشري باش يستقر ويعيش في راحة وبثمن معقول، عندك فاس، مكناس، وجدة من احسن الاختيارات. وهذا الشيء ماشي غير كلام، ولكن واقع على الارض. واللي باغي يشري ارض، راه الارض دابا كتطلع شويه بشويه، وكل عام كتزاد قيمتها. ولكن قبل ما تشري عندي ليك نصائح من الذهب. ما تشريش غير بالعين، الوثائق اهم من كل شيء. تاكد من الرسم العقاري، تاكد من الرخص، وزور الحي في الليل باش تعرف الامن والامان. سول على الجيران، سول على المستقبل ديال المنطقه، واش فيها شي مشاريع جايه في الطريق. وشوف الجوده ماشي غير الثمن. وما تديرش الصفقه على ود السومه الرخيصه، لان الرخيص تقدر تخلصو من بعد مشاكل. وفي النهايه نبغي نقول لكم السوق العقاري في المغرب دابا مستقر نسبيا، ماشي طالع بزاف وماشي طايح بزاف. وهذا الشيء كيخلي 2025 عام مناسب للشراء، ولكن بحساب. ماشي غير تمشي وتشري وتمشي في حالاتك، ولكن خاصك تكون واعي وتاخذ القرار بذكاء. وإلا كنتي وصلتي حتى لهنا في الفيديو تبارك الله عليك، وكنوعدك نكمل هاد السلسلة وندير فيديوهات على الذكاء الاقتصادي وعلى الاستثمار الصغير وكيفاش تختار احسن مشروع. ولكن غير دعمونا بلايك وتعليق واشتراك، وخلي ليا غير واحد الكلمة في التعليقات، انا مهتم بالعقار، ونعطيكم معلومات اكثر واعمق في الحلقات الجاية. الله يسهل على كل واحد فيكم، والله يجمع شملكم في داركم، وتصبحوا على خير ونتلاقاو في فيديو جديد.